بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادينا الملكي نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية، لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لنا، وعايزين نوصل الفيديو ده أكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عندي تدريبات نادي الزمالك. اليوم في تدريبات نادي الزمالك طبعا في برنامج تجهيزي مخصص لحراسة مرمى نادي الزمالك محمد صبحي ومحمد عواد والمهدي سليمان ومحمود الشناوي. التدريبات دي كانت عبارة عن التجهيز والإعداد للاعيبة لزيادة سرعة رد الفعل في الكرات الثابتة والتعامل مع التسديدات البعيدة بعيدة المدى وحتى قريبة المدى، وكمان التعامل مع الكرات العرضية بمثالية واحترافية شديدة. فكل التوفيق لحراسة مرمى نادي الزمالك. طبعا في الآونة الأخيرة شفنا حراس مرمى مميزين في نادي الزمالك وبيصعدوا، وأبرزهم محمود الشناوي. فكل التوفيق للاعيبة في حراسة عرين نادي الزمالك. كمان برضو في مفاجأة مدوية أو مفاجأة سعيدة لجمهور الزمالك في مران الزمالك اليوم. مران نادي الزمالك اليوم شهد حدوث حدث مميز جدا جدا، ألا وهو ثنائية مميزة ما بين شيكو بنزا وإخوان ألفينا الوافد الجديد. الثنائية دي بدأت بالترحيب الشديد من شيكو بنزا بإخوان ألفينا، وكمان في التدريبات والتقسيمة الجماعية حصلت يعني مفاجأة كده سعيدة، والثنائي عمل دويتو كده مع بعضهم واشتغلوا شغل فردي مع بعضهم وشغل ثنائي وشغل جماعي كده يفرح القلب، يعني بالمعنى البلدي كده زي ما بنقول. فكل التوفيق للثنائي مع نادي الزمالك، عشان لو الأجنحة دي أو اللعيبة دي تألقت مع الزمالك فده هيفرق معانا بشكل كبير، خصوصا وإن احنا الموسم ده عندنا طموحات كبيرة إن شاء الله في إن احنا نحصل على لقب الدوري الغائب منذ 3 أعوام في نادي الزمالك. فكل التوفيق للمنظومة اللي بتشتغل يعني بكواليتي عالي جدا جدا في الفوز ببطولة الدوري أو حتى التأهل لدوري أبطال إفريقيا. كمان برضو في بعد مران نادي الزمالك اليوم، نادي الزمالك عبر المسؤولين او المدير الرياضي لنادي الزمالك الكابتن عبد الناصر محمد الزمالك او اعلن اللاعيبه او اعلن ان الزمالك قرر انه يصرف ليهم مستحقات الفوز على سيراميكا كليوباترا، وده يعني عشان يعلوا من نفسيه اللاعيبه او يعلوا من الثقه داخل اللاعيبه بعد الفوز على سيراميكا والاعداد والتجهيز لمباراه المقاولون العرب المقبله باذن الله. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لضربة جديدة محمد السيد أهلاوي. خلال الساعات اللي فاتت تحرك المسؤولين في النادي الأهلي لضم الموهبة الصاعدة محمد السيد لاعب الزمالك الحالي والمنتهي عقده في يونيو الماضي، في ظل عدم وجود رغبة ونية واضحة من اللاعب في تجديد عقده مع نادي الزمالك. في جلسة حصلت بالفعل مع والد اللاعب وبعض المسؤولين الكبار في النادي الأهلي، خلصوا فيها كل حاجة، ولكن المتوقف على الصفقة يعني الرتوش الأخيرة اللي هي الماديات. محمد السيد طالب رقم مبالغ فيه بالنسبة لسعره، يعني لامين يامال ليفل اعلى بشكل كبير بياخد الارقام دي يستحقها، ولكن محمد السيد ما عملش اي حاجه، لسه 29 مباراه مع الزمالك، عفوا 19 مباراه مع الزمالك، ما سجلش غير هدف وحيد وبيطلب ارقام مبالغ فيها. الارقام اللي طالبها محمد السيد 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولكن الاهلي اخره يدفع في اللعب 15 مليون. خليني اقول لك كمان ان محمد السيد جاء في فكرة الأهلي في الوقت الحالي لأنه عارف إن جمهور الزمالك هيغضب عليه غضب كبير في ظل إنه لسه ناشئ، لسه يعني بيبدأ حياته المهنية. فلو راح الأهلي هتبقى ضربة كبيرة. اللاعب متمسك بشكل كبير بفكرة الاحتراف، ولكن العائق في الموضوع ده ان الوكيل بتاعه اللي هو والده مش عارف يتواصل مع اي نادي عشان اللاعب يحترف فيه. فده بالنسبة لمحمد السيد واللي بيحصل فيه. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لرحيل سيف الدين الجزيري عن نادي الزمالك، والموضوع ده من جديد. الزمالك حتى الآن بيفاوض سيف الدين الجزيري حازم فتوح وكيل سيف الدين الجزيري بعد غلق باب القيد. المفاوضات مع الوكيل، ولكن ما تطرقتش ان اللاعب يحس او يسمع بالمفاوضات، لان الزمالك خايف على تركيز اللاعب اكتر من اللاعب مش مركز اصلا.
فالكلام بعيد عن اللاعب. الكلام دلوقتي ان الزمالك هيتحمل جزء من المستحقات المتأخرة للاعب دي، او عفوا الراتب بتاع اللاعب او عقد اللاعب مع الزمالك هيتحمل جزء منه، والجزء الثاني هيتحمله رجال الاعمال، وبعد كده في اجزاء هيتم تقسيطها للاعب. ولكن الحل ده الوكيل رفضه. الوكيل رفض ان احنا هنقسمه المبلغ 2 مليون و100 الف دولار نصين، مليون وخمسين ومليون وخمسين. انت تدفع القسط الاول مليون وخمسين، وبعد كده تتصرف لي في القسط الثاني باي شكل، ماليش دعوه. طب مين اللاعب اللي هيجي مع مكان سيف الدين الجزيري؟ ادم والناس. ادم والناس اللاعب الجزائري في مفاوضات مع اللاعب، في تواصل مع اللاعب، المفاوضات بنسبة 80% مكتملة مع اللاعب، ولكن الرتوش الأخيرة في الصفقة هي اللي هتحسمها للزمالك. وعلى يناير لو مشي الجزيري فكده إيه، ألف حمد وشكر ليك يا رب، هيكون آدم والناس في نادي الزمالك. أتمنى كده في النهاية دعمكم باللايك والاشتراك في القناة. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.